Hey you guys, hi, how are you? وش راكم؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. I hope that you're doing well. I hope that you're safe, happy, wherever you are. مرحبا بكم. اليوم حبيت نهضر معكم في حاجة مهمة بزاف 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 بزاف، ونتمنى انكم تسمعوني للآخر، اللي هي عطلة الخمس أشهر هذو. شوفوا، اللي يضيع العطلة هذه وما استغلهاش في أمور تفيدو في حياته وفي أعوامه الجاية إن شاء الله، believe me راه ضيع على روحه فرصة كبيرة كبيرة كبيرة. ما تدريوش شحال العطلة الجاية شحال حيكون فيها من شهر، كيما هذه فيها 5 شهور، قادرة تجي عطلة واحدة أخرى ينقصوا لكم فيها خلاص غير شهرين ولا كلش ممكن. إذن هنا لازم تعرفوا باللي هذه الفرصة لازم تستغلوها من كل الجهات. بلا ما نطول عليكم، نبدا لكم شيء. أول حاجة لازم تخدموا عليها، واللي يعرفني على باله بلي أول حاجة ديما نهضر عليها هي علاقتك مع ربي، لأنه إذا ما استغليتش الفراغ هذا في تطوير علاقتك مع ربي، في تصحيح علاقتك مع ربي، في إزالة العوائق اللي بينك وبين ربي، ما درت والو، والله ما درت والو. لأنه الفراغ هذا رانا حنتحاسبوا عليه نهار الآخرة. حيسقسينا ربي وحيقولنا فاه فنيتوا وقتكم، فاستغليتوا وقتكم. اذا حيروح غير في سكرولين او سوشيال ميديا، نتفرجوا فيديوهات بدون فايده، افلام، مسلسلات، ضحك، تمسخير، لعب، السهر الليل كامل وانت تتفرج في حوايج ما عندها حتى معنى، هذا حاجه حنتحاسبوا عليها في نهار الاخره. اسمع، على الاقل نديو في هذاك اليوم اللي فيه 24 ساعه، نديو ساعه لحاجه، ساعه لحاجه، ساعه لحاجه، بلا ما نضغطوا رواحنا، لانه عندنا وقت بزاف. ومنه يعني باي ذا اند اوف ذا داي، يعني كي يوصل الاخر تاع النهار تلقى روحك باللي درت امور. انا ديما نركز على حاجه صغيره كل يوم، خير ما انه ندير حوايج بزاف في نهار واحد والباقي ما ندير والو. لا لا، حاجه صغيره هذيك ابقى فخور بها، لانه غدوه حتزيد، وغير غدوه حتزيد، واللي بعده حتزيد وتزيد وتزيد وتزيد. اوكي سو اذا نبداو. اول حاجه نقدر نديرها في العطله الصيفيه باه نصلح علاقتي مع ربي هي اكيد 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 حفظ القران والصلاه. كيفاه؟ لانه على بالنا حيكونوا كاين مدارس صيفيه summer schools for teaching and learning Quran by heart، لتحفيظ القران، تعلم الاحكام، التجويد، الترتيل. المهم انا واش ندير، ننضم الى مدرسه قرانيه. راهم يعطيكم عطله في عطله اوت، يعني نورمالمون في اوت ما يقريوش ما تحفظوش. المهم نستغلوا جوان وجوي هذه باه نحفظوا قران، على الاقل حزبين، على الاقل حزب واحد، خير من والو. اوكي، انك تحفظ حزب خير من انك ما تحفظش خلاص. اوكي، تقولش انا نروح نتعب وبعد نحفظ حزب وبعد ننسى. لا لا، انك تحفظ حزب احسن بكثير انك ما تحفظ والو، نصف حزب. المهم عندك نصيب من القران. وحطوا في بالكم المعلومة هذه، اللي يحفظ القرآن أرى ربي هو اللي يكتب له أنه يحفظ القرآن. ثم تخيل روحك راك تروح للمدرسة القرآنية، راك تدي الأجر تاع أنك تروح وأنك تحفظ وأنك حتى تنظر في المصحف برك، راك تدي في أجر. هذا الشيء كل ربي أذن له أنه يصرى في حياتك. ثم يعني ربي راه راضي عليك كي تروح تحفظ القرآن، أعرف باللي ربي راه راضي عليك. ثاني حاجة حابة نركز عليها أكيد هي الصلاة. ندرب أنه نصلي صلاتي في وقتها، ندرب أنه نخشع في صلاتي. وكالعادة رانا حندخلوا على ذي الحجة، وبعد الحجة كاين محرم، رانا في الأشهر الحرم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. هنا سما واش نديروا، نحاولوا أنه نبعدوا على المحرمات ونركزوا على العبادات. أولهم أكيد اللي حنتحاسبوا عليها أول حاجة هي الصلاة. نحاولوا أنه نحافظوا على صلاتنا، نحاولوا أنه نركزوا في صلاتنا، نحاولوا أنه نصليوا صلاتنا في وقتها. واللي يصلي 5 صلوات في اليوم يحمد ربي ويشكره، لأنه كانوا آخرين راهم محرومين من نعمة مع الأسف. استغلوا يوم عرفة، استغلوا العشر الأوائل من ذي الحجة أنكم تدعيوا ربي يثبتكم على صلاتكم. صدقوني ربي يستجيب لكم، ومع الوقت تلاحظوا باللي بديتوا تصليوا أنه راكم حافظين على صلاتكم. النصيحة اللي ديما نمدها الإنسان شايفته مش قادر يثبت على طاعة هو ذكر الله، الاستغفار. خواتم التسبيح راه مع 10,000 15,000 برك. اشتري خاتم تسبيح وعيش معاه، ابقى تذكر في ربي بنية انه يصلحك. على بالي احنا نوصلوا هذيك اللحظة وين ما نقدروش نبعدوا على الذنب، ولا ما نقدروش نكملوا في عبادة، ولا نثبتوا على الطاعة، ولا نثبتوا على التوبة. الذكر يعاونك بزاف، خاصة الاستغفار، الحوقلة، وصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه عليه أفضل الصلاة والسلام.
الذكر يعاونكم انكم تصفيوا داخلكم من اي نقطة سوداء في قلوبكم خاصة بالذنوب. وكي يروحوا الذنوب ما كانش حاجة توقف بينك وبين ربي، ما كانش حاجة اللي حتخليك ما تصليش صلاتك. سما يعني ابدا تذكر ربي، بنية التوبة، بنية الثبات على الطاعة، وحتلقى روحك يعني بسهولة. ويروح هذاك الثقل هذاك اللي كان في داخلك تاع مانيش قادر نصلي، مانيش قادر نحفظ قرآن. الذكر حيعاونك بزاف بزاف، والدعاء ثاني. اوكي، وإحنا نطوروا في علاقتنا مع ربي، لأنه هذا الأمر لازم يمشي لمدة 5 أشهر ويدوم لنا في حياتنا إن شاء الله الكل. 4 أشهر هذه راهي كافية أنه ترسخ فيك عادة، وديك العادة تولي أسلوب حياة. أوكي، سما حاولوا أنكم تساعدوا رواحكم بزاف بزاف، وأنكم تضغطوا رواحكم شوية لمدة 3 أسابيع الأولى باه تترسخ هذيك الحاجة كعادة، ومن بعد نزيدوا نكملوا 40 يوم بإذن الله وتولي أسلوب حياة. alright now، ثاني حاجة لازم نحكي عليها هي لازم تعلموا حاجة مفيدة. عندنا وقت هذا فراغ كامل، بالإضافة لحفظ القرآن لازم نتعلموا مهارة جديدة. نقدروا نطوروا مهاراتنا في الطبخ، نقدروا نتعلموا لغة جديدة. حاجة حابة نقولها about English. so many of you asked me، بزاف منكم سقساوني قالوا لي كيف تعلمتي تحكي لغة إنجليزية كيما هكا. شوفوا، إذا حابين ندير لكم فيديو نحكي فيه بالتفاصيل كيف تعلمت اللغة الإنجليزية، كيف طورتها، كيف وليت نهضرها بطلاقة، خليولي في لي كومنتير. إذا لقيت كاين بزاف ناس حابين انه يتعلموا اللغه الانجليزيه بسهوله، عندي بزاف اسرار حتعاونكم بزاف. ما كانش ضغوطات وما كانش قواعد تحفظوهم بزاف، لا. واذا حابين ندير لكم ايضا سلسله تعلم اللغه الانجليزيه في الصيف هذا، خليوا لي في لي كومنتير ونولي ندير لكم فيديوهات كيما هكا تخدموا بهم لا باز تاعكم. لانه كي تخدموا لا باز في اللغه الانجليزيه الباقي كلشي يجي سهل. اي حاجه تجيكم في المدرسه جديده تجيكم سهله طول، لانه لا باز هي كلش. alright، بالاضافه للطبخ، بالاضافه لتعلم لغه جديده، كاين بزاف مهارات، كاين تصوير، كاين شوفوا كاين امثله لا تعد ولا تحصى. كل واحد فيكم عنده ميول، واللي مش قادر يدير دورات باه يطور اي مهاره، حابه نقول لكم بلي اليوتيوب راهو باطل. سما يعني قادرين نطوروا مهاره من اليوتيوب، من السوشيال ميديا كامل، يعني كلش باطل. دوكا تقدروا تتعلموا، مش شرط يعني انكم تنضموا هكا to a master class or اي نوع من الدورات. رانا نطوروا في رواحنا، رانا نطوروا في علاقتنا مع ربي، رانا نتعلموا مهارات جدد. ثالث حاجة لازم نزيدوها اللي هي حاجة مهمة بزاف بزاف بزاف، اللي هي glow up. glowing up وش معناتها glowing up؟ سما يعني ندير تغيير إيجابي، سما يعني نخرج بهيئة جديدة مني، new version مني. I don't know how to say version in Arabic. let me remember version. version means نسخة جديدة من نفسي. سما يعني دخول المدرسة إن شاء الله، ندخل إنسان جديد، الناس كل تتصدم فيا كيف تبدلت، أكيد للأحسن. كيف ندير أنا التألق هذا؟ كيف نتحول هذه النسخة؟ أنه نبدل في صحتي الجسدية وصحتي النفسية، لأنه أكيد العقل السليم في الجسم السليم and vice versa. سما يعني الجسم السليم في العقل السليم، هذو الزوج لازم يكونوا متوازنين. يعني وش هو الشيء اللي يكون في الباطن هو الشيء اللي يكون في الخارج. اوكي، اذا راك سعيد داخليا حتبان عليك خارجيا، والعكس صحيح. كي تكون صحتك مليحه هتاثر لك على نفسيتك بدرجه ايجابيه كبيره بزاف. دوكا كيف نخدم على صحتي الجسديه؟ شوفوا، هما راهم 4 حوايج. اولا نخدم على جسدي، ثانيا نخدم على الشعر، ثالثا نخدم على البشره، ورابعا نخدم على الاكل الصحي. 4 حوايج ما تنساوهمش: جسد، الشعر، البشره، الاكل الصحي. كي نقول جسد وش نقول دير سبور، نقولها ونعاودها، ندير سبور. I practice sport. I go to the gym، ننطريني سواء في الدار سواء في الجيم، ولا نلعب اي نوع من الرياضه. بالنسبه للبنات انا ننصحكم انكم تنطرينيو، وننصحكم ثاني انكم تنطرينيو في الدار like me، لانه ما عنديش القدره انه نروح للجيم. actually يعني الجيم راه قدام الدار، بس انا نحب ننطريني في الدار. المهم الحاجه اللي توالمكم وش ديروا هنا؟ تخدموا على جسمكم، ديروا 4 ايام في الاسبوع. اول يوم يكون full body workout، سما يعني نوطريني على جسمي كامل، ندير حركات اللي تشمل الجسم الكامل. اوكي، ثاني يوم ندير تمارين مقاومه، مثلا انه نقوي ونبني ونكبر عضلاتي. ثالث يوم ندير كارديو ولا نديه راحه. ورابع يوم هو اللي يكون كارديو، ونزيد نهار واحد اخر تاع تمارين مقاومه. منه راني ننحت في جسمي، ومنه راني نتخلص من additional fats، يعني الدهون الزائده اللي في الجسم. اوكي، هذه بالنسبه للجسد. بالنسبه للشعر نتهلا في شعري.
الزيوت الطبيعية كاينة، الماسكات الطبيعية كاينة، ليغام كاينين. ما شاء الله رانا نشوفوا باللي المنتوجات الجزائريه راهي في تطور وتقدم، وكاين بزاف دي برودوي يعني في بلادنا راهم يمدوا نتائج روعه. ثم نحاول انه نشري ماسك شامبوا ابري شامبوا يخرج على نوع تاع شعري ونتهلا فيه، نغسلو مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع اتس اوكي، نمشطو ديما، نتهلا فيه ديما اوكي. الزيوت الطبيعيه كاينين اوكي، خلطات ووصفات تاع الماسكات الطبيعيه ثاني كاينه، واللي بمقدوري يدير كش سوا هكا لشعره اتس اوكي. alright، المهم ندير حاجة نبين لنفسي باللي راني نخدم عليها باه تعطيني هذيك الطاقة الإيجابية. alright، البشرة نفس الشيء نتهلاو فيها كما قلت، الماسكات الزيوت كلش كاين. نخير ثاني كاش غسول يخرج على البشرة تاعي. انا ما ننصحش بكثرة المنتجات، المهم يكون عندي غسول مليح، ماسك مليح هكا، ما على باليش انايا ميك اب يكون نظيف. المهم امورات نحطهم في البشرة تاعي وانا مطمن عليها. لازم 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 نغسل وجوهنا قبل ما نرقدوا اوكي، لانه بكل بساطة حتدمر البشرة تاعك اذا ترقد وهذاك الشيء كامل راهو في وجهك من دهون اللي تعقب عليك كل يوم، الغبار، الميكروبات، وزيد له الميك اب اذا كنتي من هذاك النوع اللي يدير الميك اب. سمعني، الحاجه اللي تركزوا عليها انكم تغسلوا وجوهكم قبل ما ترقدوا، هذه وحدها كافيه انه تعالجكم بزاف مشاكل في البشره تاعكم وتيفيتي عليكم بزاف مشاكل في البشره تاعكم اوكي. رابع حاجه هي الاكل الصحي. كما راكم تشوفوا في الفيديو دوكا ما كنتش تشوفوا في اكل صحي. انا نحب المحتوى هذا تاع البلاتر فيلينغ، وشفت بلي كاين بزاف ناس يعجبهم. This is why I love to platter fill my wooden platter، يعني نعمر هذا الصحن اللوحي المخدوم من اللوح، هذا نحبه بزاف ونحب ديما نشارك معكم هذه المنتجات. المهم مش حابه نقول هنايا انه انا شوفوا صح I do a lot of platter fillings، بس انا ما ناكلش الشيء هذا كامل، انا نمد الاولاد ياكلوا، ساعات ناكل انا، ساعات هذاك البلاتر نحكم فيه ايام باه نكملوا. يعني انا مديره روحي قاعده انه ناكل حاجه حلوه في النهار، وساعات نقص. مثلا فطور الصباح هذا ما نديرش طول فيه حاجه حلوه، ممنوع عليا انه ندخل اول حاجه جسمي هي حاجه حلوه، فهمتوني؟ لازم نبدا بالماء ومن بعد ندير فطور صحي يكون فيه غريك يوغورت، شيا كيما هكا، بذور يقطين، بنان، شوفان. هادو هما الحوايج اللي نفطر بهم انايا. البلاتر فيلينغز هذوك اللي نديرهم اللي راكم تشوفين في الشورتس تاعي، راني نديرهم للترفيه وفقط، يعني مش لانه ناكلهم ديما، راني نمدهم alright. هو انا وش ننصح يعني بالنسبه للاكل الصحي، هو انكم تركزوا انكم تاكلوا الحاجه اللي خاصتكم في الجسد تاعكم. روحوا يعني ننصحكم انكم تروحوا ديروا دي زاناليز كما نقولوا بيلون على الجسم كامل، شوفوا شي الحاجه اللي راهي ناقصتكم، بروتينات، ما بيش هنايا حديد، مغنيسيوم، فيتامين دي، وكلوا الاكل اللي فيه ولا غني بهذيك الحوايج اللي ناقصينكم اوكي. ولا اللي حاب ينطريني مثلا يخدم على البروتين والكربوهيدرات alright، هذو هما الحوايج اللي الواحد لازم يركز عليهم. في الاصل هما راهم 5 حوايج مش 4 حوايج، حاجه خامسه ومهمه نسيتها اللي هي الاسنان. لازم نتهلاو في اسناننا، الغسل مرتين في اليوم يكفي انه يبعد عليك سوسه ويبعد عليك دونتيست ان جنرال اوكي. لازم ديما نخليو هكا حوايج يكونوا سيمبل ونخليوهم يمشيو على روتين يومي. بليفمي والله ما نعاني ان شاء الله في حياتنا، حنا نديروا حاجه نهار ونخليوها 10 ايام ومن بعد نشكي ونقولوا على راه صاري كيما هكا صاري كيما، ما نعرفوش الكونسيستنسي، ما نعرفوش البريزيستنس انه نصروا انه نداوموا على هذيك الحاجه حتى تولي هابت مغروسه واسلوب حياه على بها نعانيو من مشاكل. لازم نداوموا على الحوايج لو كان صغار اوكي. اخر حاجه حنحكيو عليها اليوم هي الصحه النفسيه. كيف نخدم انا على الصحه النفسيه تاعي بكل سهوله؟ هو انه نبعد على روحي التوكسيسيتي، السموم اللي في حياتي، سواء كانوا عباد سواء كانوا عادات سيئه وسلبيه اوكي. نحاول نعرف شو ما الحوايج اللي راهم يضروا فيها، اللي راهم يوصلوا فيها الاكتئاب، الحزن، ستريس، ونحيهم بكل بساطه. شوفوا ما تعقدوش على ارواحكم ولا تقولوا صعيبه، ولا تحتاج منا غير البدايه. شتو السر في البدايه، كي خلاص نبداو نكملوا بإذن الله ونوصلوا. نعطيكم مثال بالنسبة للرجال، نعرفوا باللي التدخين عادة راهي مأثرت لكم بزاف 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 على صحتكم النفسية. الأسابيع الأولى حيكونوا صعاب ومن بعد توالفوا اوكي. ثاني حاجة راهي مشهورة بزاف اللي هي سكرولين أو سوشيال ميديا،
السوشيال ميديا راهي تدي وقت بزاف وراهي يضيع منا حياتنا النفسيه. سما انا واش ندير، نروح للسيتينغز تاع ماي فون، يعني نروح الاعدادات تاع تليفوني ونحاول انه نقص التوقيت تاع كل اب، يعني تاع كل تطبيق. مثلا انا في الانستغرام مريقلة تليفوني على نص ساعة، عندي الحق انه نخدم بالانستغرام مدة نصف ساعة يوميا. كي توصل هذيك النصف ساعة تحبس الابليكاسيون هذيك ما تخدمش، يقولوا لي اذا حابة تكملي ولا حابة تولي الغدوة من هذيك. كي نكون محتاجة راني نولي، كي ما نكونش محتاجة اني نخرج من هذيك الابليكيشن ونقدر نديرها في اي اب نبغيها. اوكي، هذه الميزة عندي انا في تليفوني، ما نبيش اذا كاينه في تليفونات ولا واحد اخرين. just search on Google or ChatGPT ودوك تلقاو ان شاء الله كيف توصلوا لهذه الحاجه. تعاونكم بزاف انكم تنقصوا من scrolling on social media، وبالتالي صحه نفسيه افضل وايجابيه افضل وسعاده. كانوا هذو هما النصائح اللي كنت حابه نمدهم لكم، اللي حيهموكم بزاف وحيفيدوكم بزاف في هذه العطله ان شاء الله. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. thank you so much for watching this part. اللي وصل لهذا البلاصه من الفيديو I love you so much. شوفوا اذا حابين نتعمق في اي موضوع من اللي ذكرتهم يعني بتفاصيل، لانه كل موضوع يحتاج تفاصيل اكثر واكثر، خلي لي في التعليقات وش هي الحاجه اللي راكم حابين نهضر عليها. وثاني إذا حابين ندير لكم سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية ثاني، خليوا لي in the comments down below. Thank you so much for listening and see you in the next video. Bye bye.